البنت اللي اتعودت تتحمل المسؤولية هتلاقي طلباتها قليلة قوي، مش هتستنى منك مساعدة عشان هي ما اتعودتش تطلب، عشان متعودة تعمل كل حاجة بنفسها. وده مش تقليل منك خالص. هتلاقيها ما بتندمجش قوي مع البنات اللي عندهم كل حاجة اوفر كتير، عشان هي ملهاش خلق لده. هتتصرف من دماغها وهتاخد كل قراراتها بنفسها، لان هي متعودة تتحمل مسؤولية قراراتها ايا كانت ايه هي. هيبان عليها انها قوية، بس في الحقيقة هي هشة من جواها. ما بتحبش الأسئلة الكتير، وبتكره إنها تكون محور حديث حد حواليها، دايرة مساحة شخصية. ما بتسمحش لأي حد يقرب لها. يا ريت تحترموها. ما عندهاش خلق للنقاش الكتير والتبرير اللي ملهوش أي لازمة. بتكره الغباء عشان بيجيب لها اكتئاب. هتلاقيها واقعية قوي. الحياة عندها يا أبيض يا أسود، ما عندهاش الكراهات ده أبدا. بتستحمل قوي وصبورة قوي قوي قوي، بس عند لحظة ممكن تنفجر وعلى حاجة بالنسبة لك تافهة. ما بتبقاش محتاجة أي حاجة من اللي قدامها غير إنها تحس إنها مهمة عنده. يعني بالمختصر هي بتحب تعمل كل حاجة بضمير، قصاد الضمير ده عايزة برضو كل حاجة بضمير. ساعات كتير اللي قدامها بيكون مش فاهمها من كتر ما هي واضحة، وبيفكر إن هي خبيثة. طالما هي حبت إنها تشيل المسؤولية من صغرها فطول عمرها هتفضل كده. بتحزن قوي الحزن للناس اللي قدامها اللي هم يخصوها والله كمان واللي ما يخصوهاش. بتحس ان هي عندها مسؤولية لفرحة كل اللي حواليها ايا كان مين هم. في زحمة بقى وهي بتراضي الكل بتنسى نفسها. يعني اقل حاجة بترضيها، وممكن هي تخلق حاجات ترضيها من جواها من عدم. بتحب الوحدة بطريقة غريبة وما بتحبش تبقى لوحدها. فزورة كده، عايزة تبقى في وسط اللي بتحبهم وفي نفس الوقت عايزة تبقى مع نفسها، لأنها أكتر واحدة فاهمة نفسها. يوم ما بتحب حد بتطلع بره الصندوق، بتكون طايرة من الفرحة وما بتبقاش تقليدية. أكتر حاجة في حياتها بتكرهها هي المقارنة. بتكره إنها تتقارن بحد أيا كان مين هو. أكيد في حد أحسن منها، بس مفيش حد شبهها.